السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد لنا النهارده. انا وليد زايد، وفيديو النهارده ان شاء الله باذن الله جايب لكم تجميعه تقدر تشغل معانا الالعاب من 1080 لحد 1440 بي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان التجميعه تقدر تشغل العاب معانا على 1080 بي، ولو شغلنا عليها على 1440 بي هتشغل معانا على 1440 بي. قبل اي حاجه، لو انت مش مشترك معانا اتمنى انك انت تشترك معانا وتشرفنا بالاشتراك، ويا ريت تشير الفيديو وتضغط اللايك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، عشان الفيديوهات اللي جايه تعجبكم ان شاء الله باذن الله. النهارده التجميعه اللي انا اخترتها لكم ان شاء الله هي من انتل. اول حاجه في التجميعه انا جايبها لكم هي البروسيسور الاي 5 ال 10600 كي. البروسيسور ده بيجي ب 6 انويه و12 مسار، وبيجي ب 12 ميجا كاش. بيبدأ السرعة بتاعته من 4 و1 جيجا هرتز، وبيوصل مع البوست ل 4 و8 جيجا هرتز، وبيستهلك طاقة حوالي 125 واط. البروسيسور ده من البروسيسورات الكويسة قوي في الجيمنج. طبعا بما اننا دخلنا في فئة الكي من انتل وهنعوز نكسر سرعة، فهنحتاج ان احنا نجيب بوردة بتدعم كسر السرعة، ومفيش بوردة في انتل بتدعم كسر السرعة غير بورد الزد. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في ناس كتيره قوي بتروح تجيب مثلا بروسيسور كي وتلاقيها مركباه على بورده بي او بورده اتش. طبعا الكلام ده هم بيستفيدوش بكامل قوه البروسيسور، او ما بيعرفوش يكسروا سرعه البروسيسور، لان البوردات دي مش مخصصه لكسر السرعه. اللي مخصص في انتل او الشريحه اللي بتدعم كسر السرعه هي شريحه الزد. والنهارده انا اخترت البورده من ام اس اي اللي هي الام بي جي زد 490 الجيمنج ايدج واي فاي. البورده دي فيها مميزات كتيره قوي لكسر السرعه، هنشوفها مع بعضنا. وبما اننا اخترنا فئه الكي من انتل، هي بتيجي من غير مروحه ستوك، فاحنا لازم نجيب لها كولر، ويكون كولر كويس عشان يقدر يسيطر على البروسيسور وما يخليش درجه حرارته تعلى. الكولر اللي انا جبته النهارده هو الاتيك ال 800. الاتيك ال 800 يعتبر من افضل الكولرات اللي موجوده في السوق، ومن احسن الكولرات اللي موجوده في السوق، اللي هي بتقدر تسيطر على البروسيسور بشكل كامل، ما بتخليش درجه حرارته تعلى، تعرف تسيطر كويس قوي على البروسيسور اللي راكب تحتيه. طبعا بما اننا جمعنا تجميعه زي دي، مش هينفع ان احنا نركب عليها هارد ميكانيكي عادي، فلازم نركب يا اما اس اس دي يا اما ان في مي يا اما اس اس دي ساتا حتى. فانا النهارده اللي جايبه هو الان في مي الاس اس دي السامسونج ال 970 الايفو بلس 250 جيجا. ده يكون كفايه ان احنا نحط عليه نسخه الويندوز ونحط معاه كمان لعبه او لعبتين. بالنسبه للرامات انا اخترت كروسيرا فينجنز كيت 16 جيجا باص 3600، مع ان انتل بتدعم لحد 2666، بس انا اخترت ال 3600 عشان خاطر اشوف هل هتفرق معايا الباص ده. لما ازود الباص هيفرق مع انتل ولا مش هيفرق في الفريمات معايا، وهنشوف كده كده ان شاء الله باذن الله. نيجي طبعا للكارت. بالنسبه طبعا للاسعار اللي موجوده في السوق حاليا، والاسعار اللي زياده الضعف واقل من الضعف بحاجات بسيطه، فانا انصح اي حد بيعمل تجميعه جديده ان هو يمشي نفسه بالكارت القديم اللي عنده لغايه ما الاسعار تتظبط والسوق يتظبط، ننزل نجيب الكروت الجديده. التجميعه دي المفروض يشتغل عليها 3060، بس 3060 دلوقتي بكام؟ عشان تنزل تجيبه وعشان توفره مش هتعرف تاخده طبعا من اي حد، وده هيقول لك بتجميعه وده هيقول لك لازم يطلع بتجميعه والكلام ده كله، وتاخد اي حاجه على مزاج صحابات المحلات. فالنهارده انا قررت ان انا همشي نفسي بالكارت اللي موجود عندي. انا عندي كارت 1660 تي اي 6 جيجا دي دي ار 6. الكارت ده من ام اس اي جيمنج اكس. الكارت ده كويس قوي، همشي نفسي بيه مؤقتا لغايه ما ال 3060 تبقى اسعاره في متناولنا ونعرف نجيبه، لغايه ما ربنا يكرم بال 3060 وهنركبه ان شاء الله باذن الله على التجميع. فانا انصح اي حد بيجمع تجميعه جديده ممكن تمشي نفسك بالكارت القديم عادي، وتمشي نفسك لغايه ما الاسعار ما تتظبط، وبعد كده تبقى تغير الكارت. مش لازم عشان تجيب تجميعه تجيبها كامله. ممكن الكارت هتبقى فيه مشكله معاك تخليك توقف التجميعه كلها. لا، انا انزل اجيب تجميعتي، والكارت لو عندي كارت قديم انا ممكن اشغله على التجميعه وامشي نفسي. فانا النهارده ال 1660 كويس قوي على التجميعه دي، وهيشتغل على 1080 وهنجربه على 1440 نشوف هيوصل بينا لفين. نيجي بقى لاخر حاجه في التجميعه، وهي الكيسه اللي هنشيل فيها كل الكلام ده. وانا اخترت الاكس بي جي باتل كروزر اللي هي مغناطيس البصمات. الكيسه دي كويسه قوي، بس مشكلتها الوحيده ان هي مغناطيس بصمات. هتعرف تحافظ عليها الكيسه دي
كماتيريال وككل حاجه كويسه قوي، وكتهويه وكل حاجه فيها كويسه. انت لو مسكت الماتيريال الكيسه تقيله قوي، والكيسه مصنوعه يعني بجوده عاليه قوي، بس مشكلتها الوحيده ان هي مغناطيس بصمات. الكيسه دي بتيجي بفلتر من قدام، تيجي بفلتر من فوق وفلتر من تحت عشان ما تدخلش تراب جوه على القطع اللي موجوده جواها. الكيسه دي بتيجي بازاز من قدام ومن الجنبين ومن فوق ازاز. الكيسه دي محترمه قوي 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 قوي، بس هي مشكلتها الوحيده ان هي البصمات، بس هي دي مشكله الكيسه دي الوحيده. نيجي بقى للتجميعه ونبدا في التجميعه. اهم حاجه لو مش مشترك معانا انزل اشترك في القناه ودوس اللايك وشير الفيديو، وتشرفنا طبعا لو اشتركت في القناه، ده يبقى شرف لينا. ويلا بينا نبدا في التجميع. طبعا اول حاجه بنعملها في التجميع قبل ما نجمع بنبدا نطلع الاجزاء بتاعتنا، نطلع كل حاجه نحطها قدامنا عشان مفيش حاجه نتوه عنها او اي حاجه تضيع مننا او ننسى حاجه. نبدا اول حاجه بنطلع البورده. هنطلع طبعا كل الحاجات نرصها قدامنا على الترابيزه اللي احنا شغالين عليها. البورده لو جينا نبص بصه سريعه على البورده هنا هنلاقي البورده بتيجي ب4 بنك رام. البورده دي بتيجي بسوكت ال 1200 اللي هو بيدعم الجيل العاشر وال11. البورده هنا فيها 14 مرحله للطاقه. 14 مرحله دول في منهم 12 للبروسيسور و2 لباقي القطع اللي في البورده. لو جينا بصينا برضو هنلاقي فيها مكانين للام دوت 2، ادي مكان ومكان بيبقى تحت البروسيسور على طول، وفي مكانين للبي سي اي، منهم واحد البي سي اي 16 منهم واحد واخد شيلد معدن والتاني عادي. ده كابل اليو اس بي 3، وهنا الكابل اليو اس بي 3 اللي هو التايب سي، وهنا في 4 اماكن للساتا، وفي مكانين تاني هنا يبقى 6 اماكن. لو بصينا هنلاقي البوردة هنا بتيجي ب6 اماكن للمراوح، لتركيب المراوح. ادي 2 و2 وادي 2 هنا، وفي مكان من ضمن الاتنين دول لو مركبين ليكويد كولر ده مخصص ليه اسمه البامب فان، وادي الستة اهي. يبقى كده هم 7 منهم واحدة لو مركبين ليكويد كولر. تمام. نيجي هنا اللي هنا في مكان اهو مروحة السي بي يو، مروحة البروسيسور. ولو بصينا البوردة بتيجي ب5 اماكن لتركيب الار جي بي. يعني هنا جاية هنا ب2 اهما، واحد 2 هنا، واحد ب3 بن وواحد ب4 بن، وهنا في 2 4 بن وواحد 3 بن. لو بصينا هنا البوردة بتيجي ب2 يو اس بي 2، وبتيجي بمكان للكيبورد والماوس وديسبلاي بورد و اتش دي ام اي، وبتيجي بيو اس بي تايب سي بيدعم لحد 20 جيجا بايت في الثانيه، وبتيجي بيو اس بي 3 جين 2 بيدعم لحد 10 جيجا بيت في الثانيه، وهنا 4 يو اس بي 3 جين 1، وكارت لام بيدعم لحد 2.5 جيجا بايت. طبعا هنا اماكن الواي فاي والبلوتوث، واي فاي 6 وكارت الصوت. ونبدأ كده نطلع حاجتنا عشان خاطر نبدأ في التجميعة. طبعا بعد ما طلعنا الرامات والبروسيسور والام دوت 2 هنبدأ طبعا نركب حاجتنا. اول حاجة نبدأ بيها البروسيسور. بنتك طبعا على في هنا اهو، بنتك على دي وبنرجع لورا وبنفتح عادي. البروسيسور لو خدنا بالنا هنا في هنا نقطة اهي، لو خدنا بالنا منها باينة وفي زيها على البوردة. او بنبص للاتنين دول ادي في فتحتين اهم، نوتشين هنا. النوتشين دول بنركب عليهم في نفس النوتشين في البوردة. نبدأ طبعا نركب اهو. البروسيسور بنلاقيه راكب مكانه مرتاح، بنقفل السوكت مكانه وبنقفل دي بتطلع لوحدها معانا. ادي البروسيسور. نيجي للام دوت 2، لازم طبعا يبقى معانا مفك مغناطيسي زي كده، مفك يمسك المسامير ما تقعش منه، يكون مفك كده فيه مغناطيس. هنفك طبعا مكان الام دوت 2 الشيلد اللي تحت ده. ادي معنى المغناط ان هو لما نيجي نركب نفك المسمار او نركبه بيبقى ماسك فيه كده ما يقعش. بنفك مكان الام دوت 2.
هو بيبقى فيه نوتش برضو هنا، وليه مكانه في البوردة. هو كده ركب، ونربط المسمار بتاعه، مينفعش نسيبه من غير ما يتربط. نشيل الاستيكر اللي على الشيلد، نبدأ نركبها. طبعا وظيفتها هنا ان هي بتقلل من حرارة الانبوت 2. موضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. طبعا احنا هنا ركبنا الانبوت 2. بعد ما ركبنا الانبوت 2 طبعا هنبدأ بتركيب الكولر. نحط خط بسيط، نركب الكولر. ليه طريقة في تركيب الكولر. نظبط القاعدة، وهنركب القاعدة الأول. ادي كده القاعدة ركبت معانا تمام. نحاول لما نيجي نركب طبعا اي كولر على البروسيسور ان احنا نربط، لما نيجي نربط عكس بعضه. ما ينفعش نربط الاتجاه واحد وما نرقصش على الاخر، يعني نربط ان هي تبقى مربوطه عشان ما يبقاش مربوط من ناحيه ومن ناحيه لا، او مفيش حاجه تطق في البورده. طبعا هنا هو معمول له زي ورده من تحت بلاستيك عشان ما تضرش البورده. احنا نربطها بايدينا، مش محتاجه اكتر من كده، مش محتاجه ان احنا نقرص عليها، بايدينا كفايه قوي. القعدتين نربط القعدتين. وبعد كده الكولر نبدأ نركبه، نشيل اللزقة اللي عليه، نركب كابل الفانا. بعد كده ركبنا كابل الفانا، وننزل بالكولر في مكانه كده. الكولر ركب مكانه، نبتدي نربط في مكان هنا. المكان ده ضيق شوية، نحاول نربطه على قد ما نقدر بإيدينا. بعد كده نربط بالمفتاح اللي جاي مع الكولر. كده يكون الكولر بتاعنا ثابت كويس. هنا منبهين ان علامة القرص دي لازم تبقى اتجاهها باصة للرامات، لان في اتجاه للمراوح، في مروحة عكس مروحة في الكولر ده. تركيب الرامات، وزي ما قلنا النوتش هنا ليه مكانه في البوردة. لما نيجي نركب بيبقى في مكان، بيبقى في حتة أقصر من حتة زي ما احنا ما شايفين، وفي البوردة نفس الكلام. هنبدأ بتركيب أول رامة، بننزل بيها اهي، ولو مركبينها غلط مش هتركب معانا، ما نتعفاش عليها. بس هي التكة كده، التكة دي هي كده ركبت، والتانية نفس الكلام طبعا اهي تركب، التكة كده ركبت، كده ركبت مكانها تمام. نبدأ كده نربط المسامير.
وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو يا جماعه، وان شاء الله في الفيديو الجاي هجيب لك البنش مارك للتجميعه دي، وهوريك ازاي تكسر سرعه البروسيسور، وهنكسر مع بعضنا سرعه البروسيسور خطوه خطوه، وهعلمك ازاي تكسر السرعه وتستفيد منه اقصى استفاده. اهم حاجه لو انت مش مشترك معانا اتمنى انك انت تشترك معانا وتضغط اللايك وتشير الفيديو وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات. وان شاء الله باذن الله اشوفكم الفيديو الجاي على خير. كان معكم وليد زايد، مع السلامه.